وزارة الإسكان والتعمير راح للمغرب ولبنان. ما أدري الحكومة حقتنا الرشيدة هذه، أنت ليش حاطين يعني وزارة إسكان هنا في السعودية؟ يعني تبغون تقهروني يعني؟ أكثر من 75% من السعوديين ما يملكون بيوت، وحاطين لك وزارة كلفت الدولة مبلغ وقدره. السعودية تبني أكثر من 30,000 وحدة سكنية في المغرب. نعم. السعودية تبني للبنان مباني بعد الحرب الأخيرة. من اللي بناها؟ من اللي أعاد الإعمار؟ السعودي. نعم. وش المطلوب يا وزارة الإسكان؟ يعني لازم أجيكم بعيون زرق وشعر أشقر؟ هذه لا في أبائي ولا أجدادي يا رجل. ولا كب على شعري طحين وادخل لكم. هذاك أشقر، شعري أبيض، أقول أنا لبناني مركز. استغفر الله العلي العظيم. يا أخي من الشيء البديهي في الحياة، الكائنات الحية كلها تملك بيوت. يا أخي تلقى الغراب اللي هو غراب إذا شفته تتشائم عنده عش. الأسد في عرينة عنده بيت. الكلب في جحره. ما راح أقول الله يكرمكم لأنه عنده بيت. سعودي الله يكرمك كذا صح. السلحفة عندها بيت على ظهرها. يا ريتني سلحفة والله، بيت على ظهري بس ناقص كهرب. يا أخي السعودي وين يسكن؟ اكتب في جوجل سعودي يسكن تحت كوبري تلقاه، اكتب سعودي يسكن في حديقة برضو تلقاه. لكن اكتب في جوجل إماراتي يسكن في حديقة ولا تحت كوبري، يطلع لك هل تقصد وش شايف سعودي؟ استغفر الله. حتى جوجل ما عاد يحترمك. اللي قهرك ان السعودي ساكن تحت شو اسمه في حديقة بجنبه دورة مياه الله يكرمكم قيمتها 400,000. عندك من الرجال ذا الضويحي. ليش ما يبغى ينفذ الأوامر الملكية؟ شيء واحد، عنده عقارات هو وعيال عمه جماعته وأقرباء، فلو نفذ المرسوم الملكي المستأجرين عنده بيطلعون. من اللي يسكن عقاراته؟ مين غيرك أنت السعودي؟ ها شوف والله ما في أمل تملك بيت في السعودية. تعرف ما في أمل؟ أنت وسيارتك ذي اللي منتهية بالتمليك. كل شيء في السعودية إيجار. المملكة العربية السعودية الإيجارانية، الاقتصادانية، الشبكانية، العقادانية، كل شيء في السعودية ضد المواطن. استغفر الله العلي العظيم. يا أخي أي مرسوم ملكي يصب في صالح المواطن أنواع التعقيد تلقاه، لكن في ضد المواطن على طول يتطبق. صح يا ضريح ولا لا؟ شوف ساهر يصيد المخالفات المرورية. أنا أصيدكم هنا. يقول لك ارفع راسك أنت سعودي. ارفع ليش؟ ها على الفورد حقي ذا 95 اللي شنطته مفتوحة مقفلها بعلاقة ملابس، ولا على القزاز اللي ما يتقفل؟ كل يوم الاقي وانا رايح الدوام القى بس نايم في السيارة.
أول يشوفني يهرب، الحين يشوفني ينام في المرتبة الخلفية. كل العالم يدرون أن في الشنطة عندي اسطوانة فاضية وبسطار الله يكرمكم. كل ما طب تنفتح. استغفر الله. يقول لك السلطات السعودية تقبض على سارقي الرمال. كيف يسرقون تراب وطني اللي مشى عليه أبائي وأجدادي. كيف؟ أين وطنيتكم؟ أنا عندي وطنية. طيب يا حكومتنا كثر الله خيركم، فينكم على اللي يسرقون ماء البحر؟ أجد تقصير في حقكم، في تقصير في حق البحر. وين حق البحر؟ من جد وين حق البحر؟ وين حق الهواء؟ اللي يسرقون الهواء وينه؟ هواء وطني. وينكم على اللي يسرقوا أشعة الشمس؟ وينكم؟ أنا من هذا المنبر أقول للسلطات السعودية كلهم حكومة وشعبا أنهم يقبضون على أي واحد ينشر سرويله في السطح. أشعة الشمس هذه حقت بلدي، ليش تسرقونها؟ بأي حق؟ هذا بفلوس. وأرجو يعني من حكومتنا أنهم تسهل أمور اللي يسرقون الأراضي، وتسهلون أمور اللي يشبك الدنيا في كل مكان. ألقى شبك، أخاف الحين أنام وأقوم ألقى نفسي في جوة شبك. عاد نعيم سعودي. شوف يا السعودي، بقول لك حاجة حطها في بالك كويس، ما راح تملك في السعودية هنا إلا شيء واحد، غيره ما راح تملك، قبرك. صراحة أشكر وزارة الإسكان ومشروعهم الأكثر من رائع. مشروع أرض وقرض، حصلت على منزلي أخيرا. مساحته 400 متر. بس ما أدري يعني ما كفل رجلي، ما أدري المشكلة يعني في رجلي كبيرة ولا المساحة صغيرة. فأنا قدمت على قرض ثاني برجلي اليمنى، وبعدين يدي اليسرى، بعدين يدي اليمنى، بعدين أختم براسي، كذا يكون حصلت على منزل كامل. شكرا لكم.